السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده مع بعض هنشتغل مع بعض البندانه السوري. البندانه السوري اللي هي البندانه العاديه خالص، اللي طبعا مكملات الحجاب، يعني سلسله مكملات الحجاب. النهارده امبارح او المره اللي فاتت، الفيديو اللي فات خدنا اللي هو الرباط المبطن والساده. النهارده ان شاء الله هناخد السوري. البندانه السوري ما فيهاش اي حاجه، بس هي مقاسات. يعني انا مجرد بديكم المقاسات اللي هي في السوق، اللي هتقدري تشتغلي بيها وتنزليها في السوق. البندانه السوري بتاخد طولها 42. برضو هو نفس القماش اللي هو مقفول من الطرفين، يعني مقفول من هنا ومقفول من هنا، اسمه عن مقفول ده كده 42. انا برضو هعمل بالقلم التقيل ده عشان ابين لكم كل حاجه تبقى واضحه كده. 42 وهنا 42 كده برضو عشان تبقى البندانه مظبوطه معايا. اخد 42 من هنا و42 من هنا واروح موصلاهم مع بعض عشان ما تلوحش معايا كده. 42 برضو من هنا هنزل كده 42. هنوصل دي بدي. حلوة كده. دي برضو دستة، يعني حتة القماشة دي دستة، اللي هي الواحدة بتبقى 4 عن مقفول من هنا وعن مقفول من هنا، كله عن مقفول. واخدة كده. انا بوصلكم بالدستة على اساس المرة اللي فاتت كنت اقصر بالواحدة، يعني ممكن برضو ما تكونش العملية واضحة قوي زي ما انت تخلصي دستة مع بعض. هجيبها من هنا، دي عن مقفول ودي مقفول، هظبطهم مع بعض عشان تطلع البندانة مظبوطة معايا كده. هظبطها كده واروح هجيب التانية برضو. الواحدة دي بتطلع لي 4 بندانات، ودول 3 هيطلعوا لي 12، يعني دستة. برضو هحط بقى هساوي دي على دي عشان ما تطلعش واحدة أوسع من التانية أو مقاسها أكبر من التانية، يبقى كله نفس الطول وكله نفس العرض. تسويها كده من هنا، نروح مسويينها برضو حاطينها مع التانية سوا كده. سويها من هنا، امسكهم كده كلهم نرجعها تاني، يبقى كده كله متساوي، كله قد بعض. هاجي بقى هنا اروح قايسه دي قد مثلا كده، دي 40 سنتي، 41 سنتي، يبقى انا هعمل 20.5 دي كده، ولا 42 سنتي، يبقى هعمل هنا 41 21. معلش هي كلها 42 فنصها 21. هاخد هنا 21 وهنا برضو 42. هروح واخدة كام؟ 21. اروح موصلة دي بدي. يبقى البندانة دي عرضها 21 سنتي، هناخد واحد خياطة تبقى هي 20 سنتي، والطول بتاعها 42. هننزل بقى في البندانة، هننزله 10 سنتي اللي هي هتتنى 10 سنتي. بعد بس ما اقصها هوريكم هنعملها ازاي كده. دي كده خلاص، هي دي البندانة.
عشان اجي اخيطها بقى على المكنة هعمل ايه؟ هنزل بتاع 10 سنتي كده، اتنيها 10 سنتي. اخدها 10 سنتي. بعد ما خدتها 10 سنتي هعمل ايه؟ دي كده قد دي، راح واخدين العلامة بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها الفرد. راح واخدة ايه عشان لما جتني على المكنة ابقى انا عارفة راحتني ايه كده. هخيطها من هنا كده على المكنة، وبعد كده اجي على المكنة الاوفر اروح مقفلاها كده من الجنب، واجي من تحت اديها التانية ايه الرفيعة بقى. بصوا هنيجي هنا هنتنيها زي ما قلنا، احنا كنا عملنا ايه علامة من هنا وعلامة من هنا، فانا هتنيها كده اروح واخداها كده تحت المكنة. بس هتمشي خط واحد، خط مستقيم. خلاص وقفت كده روح فرد ده كده، اهي تاني اهي كده. اروح ايه ادبنها كده وناخدها برضو ايه هنسدها على المكنة الاوفر. لما نيجي بقى هنا على المكنة هنعمل لها ايه كده اهو، في حاجة اسمها ايه فرماتورة، هنعملها فرماتورة عشان ايه ما تكرش مننا كده. خلاص اديتها غرزة واحدة، اروح سحبة السلسال بتاع الخياطة، اروح مرجعاه تاني لورا كده واروح مكملة ايه عشان دي اسمها فرماتورة عشان ما تفكش معانا كده. كده تعتبر البندانة خلصت، بس فاضل ايه هنتنيلها التانية اللي من تحت، الحتة الصغيرة اللي من تحت اهو. وبرضو اما تيجي تعملي اي شغل لازم يكون لون الخيط يكون نفس لون القماش، عشان دي بتديها نظافة وبتديها شياكة وبتبقى ايه شغل مظبوط. عشان انت هتنزليه في السوق، كل ما يكون جودتك كويسة كل ما هيجي عليكي ايه الطلب، الناس هتاخد منك، ده اللي بيسوق الشغل. بعد ما نخلصها نكويها، مننساش ايه نكوي. ده اسمه بيور قطن 100%، القماشة دي اسمها بيور قطن 100%. انا كل شغلي بشتغل عليه، فالخامة جميلة فعلا. يعني دي كده البندانة السوري، وطبعا لما تتكوى كل ده ايه هينام. بلبسها برضه على المانيكان ان شاء الله، والتلبيسه والاستومك والبيزك كل ده ان شاء الله ايه مع بعض سلسله واحده ورا الثانيه هنشتغل باذن الله. برضو بعد ما نخلصها هنروح مكوينها. البندانه هتتكوى كده، بعدين هتتنى كده كده اهو. هتتحط في كيسه برضو نفس ايه الورقه دي هيكون مطبوع فيها ايه الاسم بتاعك، اسم مصنعك شغلك اي حاجه تتعمل في المطبعه، يعني سهله. ممكن في البدايه تعملي كميه صغيره على قد تسويقك، لقيت ربنا سهل عليك واتطلب منك واشتغلت تروحي بقى تعملي ايه كميات كبيره. نفس الحكايه في الكياس، نفس الحكايه في القماش. كل ماذا بقى تزودي القماش اهي برضه هتروحي تنزليها كده.